اليوم ميمتي باش تعطيكم الوصفة الكاملة متاع الملوخية. بالطبيعة نحن القاعدة العربي ولات حاجة لازم منها، وعندنا طريقتين نجمو نطيبو بيهم الملوخية، على البارد ولا على السخون. قولولنا انتوما منين وناه الطريقة لتطيبو بها. نسخنو الزيت متاعنا بالباهي ونقليو فيه التابل الكروية والثوم، بعد نقليو الملوخية متاعنا ونمرقوه بالماء السخون، نحركوها وكي يولي قوامها كيف هكا نقعدو نمرقو. العملية ذي تقعد بريسك 5 دقايق. بعد نزيدو كمية الماء السخون الكل كان ونخليوها تغلي لمدة 10 دقايق، ونزيدوها ورقة ترند. كي نتحصلوا على القوام هذايا نحولوه للفخار. الملوخية ديجا مالحة، رد بالكم تحصلوش وتحطوا برشا ملح، حطوا شوية كهو. واللحم نفوحوه ثوم وتابل وكروية، فلفل أحمر، طريف ملح، غرفة طماطم. الملوخية قعدت 7 سوايع كاملين على الكانون. بالطبيعة قعدت مروح عليها باش نجمت تقر زيتها، نتراو فيها توا على طياب. وهذه النتيجة النهائية متاعنا. بالطبيعة ما تحلى القاعدة كم خبز فطاير متاع ميمتي. شوفوا الملوخية كيفاش قرت زيتها. كان عجبتكم الوصفات نساوش تعملوا فولو.